ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا ان شاء الله هنعمل معاكم احلى سمنه بلدي. ان شاء الله تعتبر مش مكلفه بالنسبه ليكي، بس لما بتشتريها بتلتقيها غاليه قوي. انا بجيب اللبن بغليه وباخد الوش بتاعه زي ما انتوا شايفين القشطه اللي عليه كده. باخد كل لو شوفوا لو حته صغيره باخدها احطها وارش عليها ملح، لازم ترش ملح. الكميه دي كانت في الفريزر ليه؟ عشان ما تصفرش وتعفن معاكي وتلتهي تدي مراره. دي في الوقت ده ما تنفعش سمنه بلدي خالص، لان هتبقى مراره معاكي ومش كويسه. انا بقوم راميه، حصلت لك مره قمت راميه. بعد كده بجيب حاجه زي كده او علبه تلاجة كبيره وتقوم حاطه كل ما بيجيلك لبن وتحوش الوش من عليه، بتقوم جايه حاطه شويه ملح وتقوم حطها في الفريزر. مش هيحصل لها حاجه، بتغطي تغطيه حلوه عشان ما فيش ميه تخش لها. انا بصراحه كل مره بعمل علبتين اكبر من كده، بس بصراحه دلوقتي يقول لك الفلاحين، بجيب منهم الناس جيراني وكده، يقول لك احنا بنجيب اللبن في شهر واحد وشهر اتنين بنعمله جبنه قريش وقشطه، فاحنا ما بنقدرش نخرجه. فعشان كده انا هعمل لكم ليت في حدود يعني 2 كيلو قشطه، هيعمل لكم كميه حلوه. لان انا اول مره ان انا اشتري بصراحه السمنه البلدي بعملها على طول. السمنة البلدي وصلت هنا 400 جنيه. يعني الناس هتقول مش غالية، لا هي غالية، بس بصراحة لما بتعملها في بيتك بتبقى أحسن. أنا دلوقتي جبت حلة، لازم تجيبي حلة كبيرة عشان بتفور معاكي، لازم طول ما إيدك فيها مش هتفور معاكي. إحنا هنحط دلوقتي هشوف أهم حاجة ما تسيبهاش سخنة قوي عشان ما تتحرقش. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب عشان ما تشطش ايدك فيها زي ما انتوا شايفين. على فكره في طريقه حلوه قوي قوي كانت الله يرحمها كانت بتحب تعملها، ما كانتش بتعمل زي ما احنا بنعمل كده. احنا نقول يلا خلص بسرعه يعني وكده، لا، كانت بتجيب القشطه ديت وتلفها بايديها لغايه ما تلتقاها تصفى ميه. لما بتصفى ميه كانت تلتقي القشطه اتكورت معاها كوره كده، كانت تحطهم في التلاجة وتركنهم. بعد كده بتيجي بقى تسيحها بتبقى حلوه. الشرش اللي منزل من السمنه ديت او من القشطه ديت كانت بتاخدها تعمل بها قرص، بتعمل بها معجنات. بصراحه كانت بسم الله ما شاء الله عليك. لو انت عاوزه تعملي الطريقه ديت وتسيبيها تهدى شويه لما التلج يصفى من عليها، ممكن تعمليها بالمضرب او تعمليها كانوا هما بيعملوها بايديهم، كنت اشوفها بتعمل بايديها. بس لو صفت ميه يعني لو صفت لبن زي دي ما تقلقيش، طول ما انت بتقلبي فيها بدل انت حاطه فيها ملح هتكور معاكي وهتبقى قشطه. صدقوني طريقه حلوه قوي قوي، وان شاء الله لما اجمع قشطه تاني هعملها لكم باذن الله. انا هفضل اقلب كده، ايدك ما تشالش منها وتسيبهاش وتقولي اروح مكان عشان ما تتحرقش معاكي. طبعا القشطه دي بيطلع منها مرته، المرته دي ممكن تعملي منها، بيعملوا منها المش، يعني بتعملوا منها المش لان ايه بتبقى حلوه قوي. بتحط على فلفل احمر، عندك بواقي جبنه، عندك اي حاجه جبنه، بدل ما ترميها تقولي تناشفه لا حطيها فيها. انا يمكن نزلتها معاكم مره بس كانت حلوه قوي. انا هفضل اقلب لغايه ما تسيح وهرجع اوريكم. خليكم معايا للاخر، هتاخدوا احلى ان شاء الله فيديو هينفعكم باذن الله. زي ما انتوا شايفين ساح معانا القشطه، ساحت معانا اهي. ده بقى اللي بيطلع منها المرته، هي بتصفي سمنه وبعد كده بتقلب بمرته اللون البني الجميل ده. بس اوعي تسيبيها تتحروق معاكي. ان شاء الله هعمل لكم منها احلى مش سريع، مش الفلاحي الجميل ما بيحصلوش اي حاجه. عندك فتافيت حتت جبنه بسيطه ناشفه في التلاجة حطي فيها ما بيحصلهاش حاجه. جايبه جبنه وكتيره عليكي حطي، بدي طعم تطلعي منه بقى تاكلي منه بألف هنا مع شطه مع فلفل احمر. بس انا هوريكي الطريقه حلوه قوي قوي ان شاء الله. لو خلصت السمنه ولقيت المرته بتاعتها كتيره هعملها معاكم ان شاء الله. لقيت المرته يعني حته بسيطه مش هينفع ان انا اعملها ايه، او ممكن اجربها كده معاكم هنشوف ان شاء الله. انا بقول لكم الصراحه عشان تبقوا عارفين تقولوا انت ما عملتش الفيديو، لا انا ان شاء الله لو طلعت كتير زي ما انتوا شايفين كده بتصفي اهي، لو طلعت كتير هعمل معاكم، لو ما طلعتش هعمل السمنه بس على ما اشتري وبعد كده ابقى اعملها لكم مع بعض. انا يمكن منزلها في فيديو بس كان حلو قوي. تفضلي تقلبي فيها ايدك ما تشالش وما تعليش عليها البوتاجاز، غلت والقشطه يعني ساحت كلها بتهدى عليها خالص.
مش تقولي لا اعلي عشان تستوى، لا مش هتستوى، هتتحروق معاكي بسرعه، وهتيجي تدوري هتلتقيها مش حلوه معاكي. لكن لما تسيبيها لما براحتها كده تستوى براحتها، وايدك تقلب شويه وشويه جنب في المطبخ بتغسلي المواعين بتاعتك، مفيش اي مشكله. وبصراحه هتبقى حلوه معاكي ان شاء الله. انا بقلب فيها طول ما انا واقفه ومهديه النار عليها، وهوريكم احلى فيديو ان شاء الله. خليكم معانا للاخر وتاخدوا احلى سمنه بلدي. احنا كده خلاص، بسم الله ما شاء الله السمنه اهيت، وصدقيني بتبقى حلوه. شوفي لو هتعملي ايه عندك بتبقى حلوه، لا بتقلب عليها حاجه ولا بتبقى مغشوشه، سمنه بلدي طبيعي. هتجيبي اللبن وهتغليه وهتبيتيه ليله في التلاجة، بس ما يكونش عليه غطا عشان يعمل لك قشطه كتير. اهم حاجه ما تحطيش الغطا على اللبن، بيعمل وش بسم الله ما شاء الله. هتجمعيه وهتعملي لك لو ربع كيلو سمنه هتعملي منه اكلك بيبقى حلو قوي. لكن اللي بره صدقيني ساعات بتيجي مش سمنه بلدي طبيعي، وبتيجي الكيلو بقد كده. احنا ان شاء الله دي برضو مرته عاوزه تاكليها كده برضو، بتشرى برضو بتقلب فيها. لو تعرفوا الدقيق الذره بتتقلب فيها عشان تكتر. طبعا في ناس ما عندهاش ضمير وفي ناس عندها ضمير، فانا بقول لك احنا هناخد ده هعمل بالمش الفلاحي السريع، والسمنه ديت هنستعملها لاي حاجه. طريقه جميله قوي قوي، وخليكي معانا برضو عشان هنكمل الفيديو معاكم. انا دلوقتي خلصت وصفيت السمنه زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين ما عملتش برضو الكميه اللي انا عاوزاها، لان كانت الزبده عندي قليله. بس انا قلت ان شاء الله هكملها معاكم، لازم اعمل الفيديو ده معاكم عشان صدقيني بيبقى حلو. بس انا هعمل لك دلوقتي احلى مش فلاحي سريع، ممكن تحطوه في التلاجة وتاكلي منه بيبقى طعمه حلو قوي. دلوقتي المرته اللي طلعت من السمنه بسم الله ما شاء الله طلعت كميه حلوه، بس دي ده النظيفه، لا متقلب عليها لا دي ذره ولا اي حاجه زي الحاجات اللي ايه بتتقلب عليها بصراحه. انا معايا نص كيلو فلفل احمر، وجبت قرن الشطه الحلو ده. لو انت عاوزاه الفلفل يبقى حراق حط كمان واحد، لكن انا بكفايه قوي عليه ده اهو زي ما انتم شايفين. بس هحوش البذر بتاعه، بس خلي بالك زي ما انتم شايفين لازم تحوش البذر عشان برضو ده مش مهوش مخلل او بتاع هريسه. انا معايا 3 كوبايات لبن، طبعا اللبن ده غليته وسبت القشطه عليه عشان يبقى ايه قيمته حلوه كده بالدسم بتاعه. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هعمل ده بسم الله الرحمن الرحيم. ده حلو قوي وجميل. احط بقى الشطه بقى نص كيلو الفلفل الاحمر ده مالي السوق دلوقتي، وحطيت قرن الشطه. لو انت عاوزه تحطي 2 حط براحتك. اهوت كميه زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين. هحطه بس في الخلاط وهرجع لكم تاني ان شاء الله. دلوقتي خلاص اهو زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، ولونه حلو قوي. لو تحطي لباب لو عاوزه تزودي اللون كمان حطي معلقه بابريكا، بس انا مش هحط حاجه عشان هو لونه حلو قوي قوي كده. وكل ما يكون عندك شويه لبن حطي لبن، وارجعي احط برضو شطه. انا دلوقتي عندي الفلفل ده بيبقى حلو قوي. معلش انا نسيت اقول لكم انا حطيت معلقتين ملح، معلقتين ملح بس. لو انت عاوزاها حادق قوي قوي يعني مملح قوي حطي كمان 3 معالق بس. المعلقه الملح الكبيره معلقتين ملح من الكبار بتبقى حلوه قوي. شوفوا اهو كده خلاص. لو عندك شطه برضو اعمليها على فكره. بسم الله ما شاء الله. هننزل كل ده على فكره، ممكن تاكلوا منه على طول. كده خلاص خلصنا. لو انت عندك بقى برطمان زي ما بقول لك حطي فيه، لكن انا بحطه ده. وكل ما بخلص كل ما بقوم ضايفه شويه لبن بشويه فلفل احمر. كده خلاص بسم الله ما شاء الله. عملنا شويه سمنه بلدي حلوين، وعملنا برضو المش الفلاحي على اصوله. ما تنسوناش باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.